السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كرحب بالجميع اللي كيشوف قناة شهوة مع لبنى. اليوم غادي نحضر معاكم كيكرولي ما شاء الله بجوج مذاقات بعجين واحد. ما شاء الله ما كاينش شي عجين اسهل من هذا وناجح، واخا اول مرة كتجربوه. نبداو على بركة الله. في اناء غادي نحط 6 ديال البيضات. الوزن ديالهم 310 غرام. وضعت هنا 200 غرام ديال السكر، واحد الحامضه اولا برتقاله القشره ديالها محكوكه. صافي كنوضع هذا الشيء في الخلاط اولا بالباتور اللي متوفر عندكم. المهم انا خليت البيض باش يطلع القوام ديالو. عندي هنايا 200 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات يكون مغربل من قبل، وعندي هنايا 8 غرام من خميره ديال الحلوى. شوفوا معايا ما شاء الله الحجم ديال البيض ضعف الحجم ديالو. المهم دابا غادي نوقف الخلاط صافي وصلت للقوام اللي بغيتو. خص ضروري تحصلوا على هذا اللون الفاتح وهذا القوام، يعني كيكون عاقد ما شاء الله. صافي دابا غادي ندوزو المرحله الثانيه اللي غادي نضيفو فيها الدقيق. وبالنسبه للدقيق ضفت له رشه ديال الملحه اللي هي ضروريه كما كنقول لكم في جميع الوصفات. صافي دابا غادي نجيب هاد الصفايه، غنوضع هاد الكميه كلها ديال الدقيق. انا غادي نديرها على جوج دفعات اولا ثلاثه. نتوما الا كنتو اول مره كديروا هاد الجينواز، فرقوه على 4 المرات باش يعني دغيا يتخلط معاكم. صافي بنفس الخلاط ديال الخلاط اولا كديروا خلاط اليدوي. المهم كتحاولوا انكم كتهبطوا وكتطلعوا بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو، يعني كتهبطوا داك الخلاط لتحت وكتطلعوه حتى كتشوفوا ان ما بقاش داك الدقيق باين نهائيا في الخليط. عاد كتضيفوا الكميه الثانيه ديال الدقيق. ودابا غادي نرد داك الصفايه ضروري. يعني فاش غنضيفوا الدقيق كنوضعوه في الصفايه كما شفتوا. انا عملته غير على جوج دفعات، ولكن نتوما ديروا على 3 4 ديال الدفعات باش يعني يتخلط معكم دغيا وما يهبطش لكم القوام ديال هاد الجينواز. شوفوا معايا ما شاء الله بهذه الطريقه. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه. الطريقه سهله وحتى هي عمليه وناجحه، خير ما فاش كنديروه الدقيق كنحركوه بالسباتولا. لكن هاد الطريقه ديال الخلاط سواء هذا او الخلاط اليدوي اللي موالفين كنعملوا به الكيكات العادي. المهم هذاك بهذه الطريقه من التحت ومن الفوق من التحت ومن الفوق ما شاء الله كيبقى محافظ على القوام الثقيل اولا داك الهواء اللي دخلناه في البيض في المره الاولى. صافي ما شاء الله صافي وصلت للقوام. بقاش لي كيبان لي الدقيق نهائيا في الخليط. شوفوا معايا ما شاء الله بقى يعني محافظ على الكثافه ديالو. المهم نتمنى الطريقه تكون سهله واضحه لكم. صافي دابا غادي نجيب الصينيه اللي غادي نعمل فيها هاد الخليط. عندي هاد الصينيه والمقاس ديالها غادي نحطو لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. يعني هاد المقاس جاني مواتي مع الكميه ديال الخليط، وعطاني جوج سويس رول بجوج مذاقات مختلفين، ولكن ما شاء الله خطيرين البنات جاو يا سلام. المهم كنفرغ الكميه كلها ديال هاد الخليط. وتقولوا لي علاش ضفتي الخميره الحلويات لهاد الجينواز. صراحه ممكن تستغنيوا عليها راه ماشي مشكل، لان اصلا عندنا يعني هاد الجينواز محافظ على الهواء اللي فيه. ولكن ضروري يعني في هاد الوصفه خصيصا وضعت جينواز ما فيش الخميره، ولكن هذا عملت فيه الخميره وجا يا سلام، جا ناجح وجا طري لواحد الدرجه ومن فوق وخفيف ما شاء الله. المهم غادي بعد ما سرحته مزيان ضربته واحد جوج مرات على السطح العامل. دخلته الفران اللي كيكون سخون قبل. ضروري البنات كديروا العافيه تكون عندها من التحت غير كتلقى انه اللون ديالو عفوا ذهبي. كديروه في الشوايه باش يتحمر شويه كما كتشوفوا. صافي مباشره كنحيدو من الفران وكندير عليه السكر كلاص من الفوق، لان غادي نقلبوا على السربيته. وسكر كلاص كيمنع ان داك الجينواز لانه خفيف يلتصق لينا مع السربيته. صافي كما كتشوفوا معايا دابا غادي نحيد داك الورق ديال الفران اللي هو ضروري في الجينواز. البنات ضروري ما تقولوش انني غندهن لاطا بالزبده وندير الدقيق، لا ضروري هاد الورق ضروري البنات. المهم كنحيدوه غير بشويه لان عندنا واحد الجينواز خفيف البنات. واخا راه كان تهرس ليا شويه من الطرف غير ما حاولتش عليها البنات، كون حاولت عليه كره بقى هو هذاك. صافي دابا غادي نقسمو على جوج، لان كما قلت لكم غادي نحضروا جوج ديال السويسرول بهذا الخليط ديال 6 البيضات البنات. اقتصادي وجا ما شاء الله
وهذا الجنواز راه كيتباع الثمن غالي في المخبزات، ولكن حضروه بعينيكم مغمضين بهذه الطريقه. صافي كما شفتوا معايا درت السربيته وروليتو، دغيا صافي كنحيدو باش يعني فاش غنروليه مره، يعني فاش غادي نعمرو غادي ترولي معايا دغيا. صافي دابا غادي نخليه جانبا بعد ما نغطيه بالسربيته. ودابا غادي نحضروا الكريمه. عندي هنايا 600 مليلتر ديال الكريمه السائله اللي هي بارده، ضفت ليها واحد الملعقه كبيره ديال السكر المطحون. صافي غادي نشغل الخلاط او الطراب الكهربائي اللي عندكم. المهم كتطلعوا الكريمه ديالكم حتى كتضاعف الحجم ديالها. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا 200 غرام من الجبن الكريمي. كتضيفوا اي جبن كريمي كيعجبكم، ممكن تضيفوا فيلادلفيا، ممكن ماسكاربوني اللي كانت عندكم، ولكن بغيتو انا يجيني شويه اقتصادي، عملت داك الجبن اللي كنشريو ديك البواطه ديال الكيلو ب50 درهم. بها اللي كنخدم غالبا هاد لي تشيز كيك، وكنخدم به لي جينواز بكريمه ديال الجبن. هاد الكريمه ديال الجبن كتجي ما شاء الله بنينه يا البنات، وكتحيد ليها ديك البنه ديال الكريمه اللي يعني الكثير ما كيبغيوش ديك الكريمه حافيه، ولكن فاش كنضيفوا ليها جبن كريمي كتعطي ليها مذاق خطير البنات. المهم كما كتشوفوا معايا غادي نرجع الكيك الجينواز ديالي. صافي حيت عليهم ديك السربيته ما شاء الله، يعني واحد الجينواجه خطيره البنات. وحتى الكريمه اللي عملت معاكم حتى هي غتجي يعني خطيره في هاد السويسرا. صافي عندي هنايا واحد شويه، واحد معلقه كبيره عامره ديال الحليب، لان هاد الجينواز ممكن ما تسقيوهش البنات، ماشي ضروري انكم تسقيوه، لكن الا كتبغيو داك الكيك يجي لكم طري داك، يعني بحال اللي نقولوا حنا بايت، يعني بقى يعني نهار ما شاء الله كتضيفوا ليه هذيك المعلقه ديال الحليب. والكيك الثاني ولا النص الثاني ضفت له واحد 2 معالق ديال الماء مع ملعقه صغيره مع مراش ديال القهوه سريعه الذوبان. ودابا راني سقيت بها الكيكه، وما كنسقيوش بزاف غير باش تعطي ليا ديك البنه او النكهه ديال القهوه في هذا الكيك، لان غادي نعمل لكم جوج سويسروليت، ولكن واحد غادي نعملو لكم برافاييلو بالنكهه ديال رافاييلو، والثاني بالنكهه ديال التيراميسو ما شاء الله. المهم كما كتشوفوا معايا وضعت واحد الكميه، يعني الكميه ديال الكريمه قولوا بحال غادي نقسمها على 4، يعني واحد يعني واحد الكميه غادي نعملها فوق الكيك، والكميه اللي غتبقى غادي نعملها في يعني فاش غادي نزين هاد السويسرول. عندي هنايا هاد رافاييلو، ولكن رافاييلو ماشي رافاييلو يعني نيشان، هذا ماركه تركيه، ولكن يا البنات نظرا دابا عندنا شويه المقاطعه على المواد، يعني بزاف ديال المواد خصنا نقاطعوهم البنات، ولكن شوفوا معايا هذا كما قلت لكم ماركه تركيه ولكن بنينه بزاف. هذه هاد البوطه انا شريتها غير ب 25 درهم، فيها واحد الكميه ما شاء الله. عملت بها هاد كيك سويسرول، وحتى بقى لي شي حبات وفرقتهم على ولادي. المهم البنات صافي كناخذوا الكميه اللي حبيتو، 5 6 انا عملت هنايا تقريبا شي 5 الحبات، باش وضعتهم هكا كنهرسهم بين يديا. وإلا بغيتوا انكم تعززوا النكهه ديال هاد الرافايلو، راه كيتباع اللي كيبيعوا مواد الحلويات الكريمه ديال رافايلو ضيفوها من يعني الفوق. المهم عندي هنايا الكاكاو المور، انا كناخذ هذا الكاكاو ديال ايديال، النوعيه ديالو جيده البنات، والمذاق ديالو خطير. بعض المرات كنشري ديال العبار وصراحه ما كيصدقش يعني مزيان، واخا كنشري النوعيه المزيانه، ولكن هذا راه كتضمنوا النكهه ديال الكاكاو عندكم في سويسرا. المهم بعد ما وضعت تقريبا النص ديال الخنشه ديال الكاكاو، صافي دابا غادي نرولي لهاد السويسرول كما كتشوفوا معايا. غير روليو بهذه الطريقه، في الاول كتاخذوا غير شويه من الحاشيه وكتبقى تروليو ساهل ماهل. شوفوا البنات راه واخا تقطع لكم نقولوا حنايا تقطع لكم هاد الجينواز راه ماشي مشكل، لان باقي غادي نغطيو هاد الكيك. صافي يا البنات صافي دابا غادي نوضع الكميه اللي خليتها ديال الكريمه، غادي نفرقهم دائما بالتساوي، وغادي نغطي به بطريقه اللي جاتكم سهله. انا في الاول درت سباتيلا وبقيت كندير على الجناب وداك الشيء صافي، ومهم وغادي نزين، والتزيين كيبقى شنو بغيتو. المهم غتشوفوا معايا بعد ما كنعمر له يعني داك الاطراف ديالو مزيان بالكريمه،
كما قلت لكم البنات، هاد الكريمه راه جات بنينه بزاف. واش غنقول لكم، راه بعض المرات كنعمل الكريمه وكنضيف ليها جبن الماسكربون، ما شاء الله راه كتطلع غزاله عاد كثر من هذه. حتى هذه راه ما بيهاش، ولكن ديال الماسكربون اش غنقول لكم، الا بغيتوا شي حاجه تكون تخرج لكم طوب، هاد سويسرول خصوصا الثمن ديالو راه شريتو على برا غالي، كيوصل حتى 180 200 درهم لواحد سويسرول اللي كيكون الحجم ديالو يعني عادي. ولكن اليوم حضرت معاكم عطيت لكم جوج ديال السويسرولات. المهم ما شاء الله صافي دابا كما كتشوفوا انني كنحاول نملس الكريمه على هاد السويسرول. صافي غادي نفس الطريقه اللي عملتها على الاول وغادي نعملها على الثانيه بنفس الطريقه، ولكن غير عقلوا اللي عملته ديال التيراميسو والنكهه ديال رافاييلو. صافي دابا غادي نجيب هاد الاداه، او تجيبوا غير الشوكه وبقاو تعملوا هاد الخطوط كيعطيو ليه يعني واحد الشكل زويون للسويسرول ديالنا كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ندوز الثاني كما قلت لكم بنفس الطريقه، عمرته او المهم ملست، حاولت ما امكن نملس. شوفوا معايا، ودابا غادي ندير نزينو يعني كندير بطريقه بحال اللي مايل، يعني باش نفرق بيناتهم. هذا هو ديال رافاييلو، والاول اللي زيناه قبل ديال تيراميسو. المهم البنات صافي غادي نحاول انني نقادو مزيان مزيان، واذا كانت شي حاجه نحاول ما امكن نحيد باش يجي لي المنظر زوين. وديك الكريمه اللي بقات ليا عملتها في جيب الحلواني. وصافي دابا كنعمل وريدات من الفوق بشكل اللي حبيته. والمهم كما قلت لكم كديروا على حسب اللي حبيتو. المهم بعد ما كنشكل وريدات بهاد الكريمه، صافي كنجيب الكاكاو المور اللي كنبقى ليا في الساشيه. المهم الكميه الكبيره عملتها لداخل. المهم الكميه اللي بقات تقريبا واحد نص ملعقه صغيره عملته من الفوق كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. صراحه خطير هاد السويسرول ديال بالنكهه ديال تيراميسو، كيجي واعر البنات. كما كتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال السويسرول هو هذا. الشكل الاول عملت فيه ديال الرافاييلو، زينته من الفوق بهذه الطريقه. وممكن تضيفوا الكوك اللي هو جوز الهند، ترشوا عليه من الفوق ومن الداخل. انا عندي ولادي ما كيبغيوش ليا الكوك، لهذا ما ضفتوش البنات. نتوما الا حبيتوه ضيفوه من الداخل او حتى من الفوق. صافي مهم دابا غادي نقطعوا معاكم باش تشوفوا معايا ما شاء الله كي كيجي. شوفوا معايا يا البنات ما شاء الله كيجي طري لواحد الدرجه، اش نقول لكم، وحتى المذاق ديالو خطير. وعادي الا عملتو معاه ديك الكريمه ديال رافاييلو اللي كتباع اللي كيبيعوا باللوازم الحلويات، كتضيفوا البنه على بنه. المهم غير هذا اللي عملته انا راه خطير. صافي المهم غادي نقطع معكم الشكل الثاني اللي هو ديال التيراميسو بالنكهه ديال الكاكاو والقهوه. ما شاء الله العشاق ديال القهوه هذا راه غيعجبكم بزاف، انا متاكده مليون في المية. شوفوا معايا القوام ديال هاد الجنواز، كيجي خفيف وكيجي يا سلام يا سلام البنات، جربوه عينيكم غمضين. راه هذا ما شاء الله فاش عملته صراحه راه طار ليا، ما نكذبش عليكم انني من هاد اللي ذقته ما ذقتوش، لان ولادي عجبهم بزاف بقاو عليه حتى كلاوهم. مهم صحتهم وراحتهم ان شاء الله. المره الجايه ما تنساوش يعجبكم هذا الفيديو تعملوا جيم وتشاركوني الاراء ديالكم في التعاليق، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء.